فيلمنا بيبدأ مع تيتشي وهو بيحرر المساجين وبيقول لهم إنهم لازم يقتلوا بعض واللي هيكسب هيضم لطقمه. وفجأة وهو واقف بيشعر بشخص قوي جدا وبيعرف إن ده وريث الشيطان بليد، ولكن بيقول للطقم اللي معاه خلينا بعيدين عن الشخص ده. وبينتقل المشهد بعد سنتين وبنشوف مساعد وريث الشيطان واللي بيقول إن كلام روجا هو اللي مهد الطريق لكل القراصنة، وإحنا لازم نعمل حاجة ندمر بيها كل القراصنة وتثبت لهم قوتك، وكويس إني أنا حصلت على الحاجة اللي هتقلب العالم كله، وخلينا نبدأ بمهرجان القراصنة العظيم. وهنا بنشوف قراصنة قبعة القش ويوسف بيقرأ الرسالة اللي مبعوثة لهم، وكمان اتبعتت لكل القراصنة اللي في العالم، وأكترتها قراصنة الجيل الجديد واللي بعتها اسمه فيستا اللي هو مساعد وريث الشيطان. طبعا لوفي كالعادة بيحب المغامرات والمهرجانات وخاصة اللي فيها أكل ولحمة كتير، وبيروحوا للجزيرة اللي فيها المهرجانات وبيشوفوا قراصنة كتيرة أوي هناك، وبيطلع حكم المسابقة أو المعلق بيعرف القراصنة اللي جايين من كل العالم إن ملك القراصنة روجا خبى كل كنوزه في الجزيرة دي، واللي هيلاقيه هيحصل على أكتر كنز في الوجود، مما إنه أكيد كان معاه كنوز من جزيرة رافاتيل. طبعا لوفي وباقي القراصنة بيمشوا مع اتجاه البحر، وفجأة بتحصل دوامة كبيرة جدا لدرجة إنها بتدمر بعض السفن، وفجأة تاني بيحصل انفجار مياه كبير وبتخرج جزيرة كبيرة جدا من البحر وبتطير في الهواء، ولازم الكل يطلع عبر تيار المية عشان يروح للجزيرة دي اللي هي فيها الكنز. وطبعا بنشوف قراصنة الجيل الجديد والكل بيصارع انه يطلع تيار المية، وهنا بنشوف لوفي وهو بيستخدم تقنية في سفينته وبيقدر يطير بيها وبيعدي كل الموجودين، وبيكون في اول الصف والكل بيكون مذهول من اللي بيحصل، ازاي سفينة تطير وهم واقفين جوه السفينة. بيلاقي ترو بيخرج لهم من السفينة وهو في حالة سيئة وأكنه مضروب، وبيعرفهم ان فيستا بيحضر لحاجة خطيرة بس هو مش عارف، وانهم لازم يمشوا من الجزيرة دي، وبيكون عاوز يرجع لهم عشان عاوز ينتقم منهم. ولوفي بيؤمر تشوبر وروبن وسانجي وبروك انهم يروحوا مع ترو، وبيوصل لوفي والطاقم للجزيرة وبيجري هو وزورو، ونامي بتشوف بالمنظار ان في كنز على حافة الجبل، بس الكنز الحقيقي بيكون في الصندوق. وبنشوف القراصنة وهم بيحاربوا بعض على اللي يوصل الأول، وبعد قتال طويل قدر القرصان اسمه باغي انه يوصل للكنز وياخد الصندوق وبيحاول يهرب، وفجأة الجزيرة كلها بدأت تنفجر وبتتدمر والكل عمال يقع من الجزيرة. بس بعد كده بنشوف يوسف قدر انه ياخد الكنز من باغي وبيفتحه وبيتصدم من اللي جواه، بس هو ما نعرفش بالظبط. وفجأة بيجيله وريث الشيطان بليد ويضربه وبياخد منه الكنز، بيشوفه لوفي وبيحاول يضرب بليد، لكن بليد بيكون أسرع وبيسدد لكمة قوية وبيوقع على الأرض. وبيشوفه باغي وبيقول للطاقم إن ده بليد كان زميل معاه في طقم ملك القراصنة روجا، وإن قوته بتعادل قوة ملك الظلام ريلي. هم واقفين بيلاقوا أسطول من البحرية جاي عليهم، نعرف إن فيستا بلغ على مكانهم، وبيفعل بليد تقنية الهاك الملكي وبيرعب كل الموجودين، لكن بيقدر قبعة القش بيتصادم معاه بتقنية الهاك الملكي برضه. وبنشوف روبن وترو بيقابلوا كروكودايل بيعرفهم ان اللي عمل ده كله هو بليد وريث الشيطان وان قوته كبيرة جدا. وكمان بنشوف سانجي وباقي الطقم بيحاربوا سموكر من البحرية، وبيرجع المشهد للوفي وباقي الجيل الجديد وهم بيحاربوا بليد، لكن بيقدر يضربهم كلهم ومحدش بيقدر انه يقف قدامه. وواحد من القراصنة بيسأله هو هدفك ايه بالظبط، بيرد عليه اني ادمركم كلكم وادمر البحرية كمان، وبكده هكون اقوى راجل في العالم. وبيحاول زورو وشوية من القراصنة الاقوياء انهم يتصدوا لسفن البحرية قبل ما يدمروا السفن بتاعتهم والجزيرة. واللي بيقابل زورو ادمير من البحرية في جوتورا، وده بيكون اقوى جنود البحرية وقوته ما تستهانش بيها. وهنا بنشوف لوفي وهو بيتحول لتقنية خاصة بيه وبيكون لكمته اسرع، ولكن ده ما بيكونش كفاية ضد قوة وريث الشيطان، لكن بيقدر لوفي انه يسدد لكمة قوية وبيطيره بعيد شوية عنهم. وبعد كده بيقوم بليد وبيضرب ايده في الارض وبيطلع السفينة الخاصة بيه، وانه مجمع فيها اسلحة كتير ومش نفس نوع السلاح هو يعني زي السيوف والمسدسات والكلام ده كده، لانه اكل فاكهة شيطان من نوع براميسيا اسمها غشا، وانه قادر يدمج اي مواد مع بعض وينتج منها اي سلاح هو عاوزه، وبيقدر يصنع روبوت كبير جدا قادر على انه يهزمهم جميعا بضربة واحدة. وهنا بنشوف زورو وهو بيحارب الادميل، وبيكون قتال جميل جدا يستحق المشاهدة من جمهور الاتاكو، وفعلا بيقدر بليت انه يهزم كل القراصنة بضربة واحدة. واخيرا بيكشف بليت الكنز اللي داخل الصندوق واللي بيكون بوصلة ملك القراصنة روجا،
واللي بتودي جزيرة رافتير الأسطورية. وهنا البحرية نزلت على الجزيرة وبتدور حرب ما بين القراصنة والبحرية. وبنشوف هنا الأدمير فيجيتورو بيقول لزورو إنه اتملي من القتال، بس هيسيب له هدية قبل ما يمشي، وبيستخدم قوته اللي هي بتكون قوة الجاذبية، وبيقدر يستدعي نيزك من الفضاء. وبيجري زورو عند النيزك وبيقدر بقوته إن يقسم النيزك نصين. بس ما بيكونش كفاية وإن النيزك هيقع على الجزيرة، وهنا بيتدخل أقوى سياف على وجه الأرض ديراكولا موهوك، وبضربة واحدة بس كسر النيزك وبعده عن الجزيرة. وبعد كده بنشوف بليد وهو بيفعل تقنية الإيقاظ للفاكهة الخاصة بيه، مما بيديله قوة أكبر، وبيحاول إنه ياخد كل الموارد اللي موجودة على الجزيرة، وبيصنع وحش كبير جدا، وكمان بيقفل عليهم الجزيرة عشان محدش يهرب، وبيدمر كل من البحرية والقراصنة بضربة واحدة. وهنا بنشوف أدميل البحرية كيزارو وهو بيتكلم مع قائد البحرية وبيقول له إنه يستعمل الباستر كول ويدمر بيها الجزيرة كلها والناس اللي عليها سواء جنود من البحرية أو القراصنة هيموتوا. وبنرجع نشوف يوسيب وهو شايل لوفي عشان يبعدوا شوية، ولكن بسبب الضرب اللي أخده من بليد بقى مش قادر إنه يتحرك، لحد ما بيجي بروك وتشوبر وبيساعدوهم. بعد كده بيتجمع ترو وصابو وبو هانكو ولوفي وسموكر من البحرية على انهم يعملوا خطة عشان يهزموا بيها بليد، وهو انهم يجمعوا قوتهم مرة واحدة ويهاجموا على ايده اليمين ويخلعوها من مكانها، وبكده يقدروا يضعفوه. وبينجحوا فعلا، ولسه هيجمع ايده من جديد بيجي كروكودايل وبيضربه بالرمال بتاعته وبيوقف تجديد ايده وبتتدمر. هنا لوفي بيجمع كل قوته وبيضخمها جامد جدا وبيضرب بليت وبيدمر له ايده التانية، بيتفتت درعه بالكامل وبيتحارب هو ولوفي باللكمات العادية، وبيقدر لوفي انه ينتصر عليه في النهاية. وبعد كده بنشوف فيستا بيحاول يهرب، لكن صابه واحد من الجيش الثوري وهو بيكون اخو لوفي كمان، وبيقدر يوقفه وبيهزمه. وبيحاول قبعة القش والطقم بتاعه انهم يهربوا، بس الادميل كيزارو بيحاول يضربهم، ولكن بينقذوا اخوه صابو وبيعمل له طريق من النار عشان محدش يهاجم عليهم، وبيمشي من المكان وبيخلص الفيلم. طب يا جماعة ما تنسوش الاشتراك واللايك، سلام.